اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يا مساء الورد والفل والجمال، ويا مساء الورد والفل والجمال والياسمين على الناس المسكرين اللي بتتابعوني. هنشوف مطبخ العروسه وازاي رصيناه. هنا كان المطبخ مفتوح بالرخامه الرصاصه بتاعته. كان شكلها حلو خالص، حتى رخامه المطبخ نفس الرخامه بتاعت فتحه المطبخ وكده. وهنا بقى اطقم الرخامه بسم الله ما شاء الله. والمطبخ ده كان خشمونيوم. يعني ده نوع الخشب اللي ما بندهنش للعرايس اللي بتبقى تسألني. وهنا كان التربو. طبعا هو المطبخ بيكون معمول في تربو، بس يعني ايه ده على حسب بقى ايه ذوق العروسة وكده. ومش تنسوا العروسة تدعوا لها ربنا يا رب يسعدها ويهنيها بحاجتها هي وعريسها. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، واللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واي استفسار اكتبوه في التعليقات تحت امركم لو عايزين تسألوا على اي حاجة. هنا كان الحوض، وهنا كان الميزان وطقم الكنك وطقم القهوة وطقم المجات. وده هنا طقم التوابل اللي هو الدوار اللي على شكل بيت العصافير ده. وهنا كان الفرن الكهربائي. تعالوا بقى نشوف هنا رصيناه ازاي. هنا حطيت اطقم الحلل، وهنا كمان فخار الفرن، وتحت كده حلة الضغط، وكمان الاستانلس. يعني كل الحاجات اللي مع بعضها حطيتها كده زي حاجات الفرن وحاجات الفخار وكده. وهنا كان الازاز، وهنا كان شنطة السكاكين. ما بصراحة مش كان لها مكان، حطيتها ورا كده. هي كانت جايبة ازاز كتير بصراحة. حطيت بقى الطويل ورا والقصير قدام عشان كله يبان. بصوا لمعة الخشب ده بتكون جميلة جدا جدا جدا. اي عروسة بتسألني بنصحها بالخشب ده. وده هنا كان براد استانلس. وطقم الحلل حطيت طبعا مع الصينية بتاعته. وتحت كده بقت البلاستيك ومصافي. حطيتها بالشكل ده عشان الضلفة تاخد. يعني حطيت حبة بجنب وحطيت حبة ايه في بعضهم كده. العروسة يعني بسم الله ما شاء الله بتجيب حاجات البلاستيك دي كتير، انا معرفش ليه. ليه كل العرس بيعملوا المقلب ده في روحهم؟ بياخد حيز كتير في المطبخ. وكمان كل الحاجات دي مش هتستخدمها. انا بقول هاتي اللي على قدك، وكل يوم بيطلع جديد، مش لازم تجيبي كل حاجة. وهنا طقم الاستانلس الحلل. حطيت معاه كمان الاطباق اللي هي الاستانلس اللي شبهه. وهنا كان تحت كده اللي هي كانت العروسة هنا كانت داخلة في ارياف، فكانت جايبة الالومنيوم الفلاحي حطيتها لها كده تحت كده. يعني ادراج الرفايع، المقصات والسكاكين ومخرطة الملوخية. وطبعا كل حاجة من كل نوع، يعني ايه واحد واثنين وثلاثة واربعة، انتوا مشتاقين بقى عن الرفايع. وهنا ده طقم السيليكون ومفتاح الأنبوبة والمبشرة، كانت جايبة اتنين منها. والمضرب السيليكون والبلاستيك. وده هنا توزيع الخشب. وهنا المشابك وعصرة الليمون ومريالة المطبخ ومكنة البيتوفور. ولو انت مكمله لسه الفيديو معايا دوسي لايك وبعتي الفيديو لاصحابك وحبايبك على الواتس على الخاص يستفيدوا منه. لو حاجه بسيطه يعني تشوف ايه اللي ناقصها العروسه وتكمله، او حاجه تعجبها كده كلنا بنستفاد من بعض. ده هنا الفرن. وفوق هنا كان الميليمين، كان شكله حلو بصراحه. رصيته لها كده بحيث يبان. اصلا لو حطيته على شيالات هياخد ضلفتين. هنا بقى الاجهزه الكهربائيه، الخلاط. وهنا كانت جايبة طقم كده كنك استانلس وصواني، طقم كده كامل حطيته لها كده مع بعض، وطقم قهوة. وهنا صفيت الأطباق. يعني الأطباق دي أنا كنت رصيتها فما كانتش ايه مظبوطة. ليه؟ كانت المطبقية كده من فوق ما كانتش النجار مش كان عاملها صح، او زي ما تقولوا الناس اللي كانت معاه. فده اخر حاجة رصيته في المطبخ، اما اتصلوا على النجار وايجا وظبطها وعرفت احط الاطباق بالشكل ده. يعني بقوا خلي بالكم الحاجات دي وانتوا بتركبوها، عشان بصراحة دي مش أول مرة تقابلني المشكلة دي في صفاية الأطباق.
وهنا بقيت طقم اطقم اللي هي الفرن، الصواني. هنا بقى صواني الكيك والصواني اللي هي المستطيلة وحلة الضغط فوق والطاسات القلي. وهنا طقم الكيك اللي هو الاشكال. هنا بقى بقيت اطقم الرخامة والبوتاجاز ده اللي كان بيسألوني، كان رويال جاز. هنا بقى القهوة، مكنة القهوة. وهنا البونبونيرة ومكنة قهوة صغيرة، لا والكتل. بصوا بقى ده كان بقى الديكور بتاع الشقة من فوق. وهنا بقى الميزان زي ما انتوا شايفين كده. وهنا السجادة، يعني هي كانت جايبة كمان للمطبخ، كانت جايبة له كراسي بترابيزة، بس انا ايه مش حطيتها عشان ايه اوسع الدنيا وكده. وهنا بقى الصواني اللي هي صواني العشاء. وهنا التلاجة عشان الناس اللي بتبقى تسألنا على نوع الأجهزة الكهربائية. وهنا برضو صواني كده في الجنب. يا رب الفيديو يكون عجبكم، مش تنسونا باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وتابعوني على صفحتي مطبخ فتحية فاروق.